من تتر الفيلم بندخل على الشخصية الرئيسية اللي هي افتتاحية المشاهد في الفيلم. شخصية سي السيد، أشهر شخصية موجودة في تاريخ السينما المصرية وفيلمنا النهاردة. أعتقد علي إسماعيل برضو عمل نقطة مهمة جدا في شخصية سي السيد عشان يقدمها للجمهور، إنه جاب موسيقى مصاحبة لرحلته اللي من الحنطور لحد ما بيوصل للبيت وبيطلع على السلم. كل ده صمت، عندي موسيقى تصويرية هي اللي بتعبر عن الشخصية، اللي فيها الهيبة، اللي فيها الإحساس بالنفس عالي جدا. مش عايزة أقول نرجسية شوية، بس كان في إحساس بالذات شوية، لحد ما بيقابل أمينة في آخر السلم وهي ماسكة لمبة الجاز، عشان نشوف بعد كده الحوار اللي بينه وبين أمينة وبنتعرف على الشخصية دي. الحقيقة علي إسماعيل بيمثل لي الفنان اللي بيرسم، عنده أدواته وعنده ألوانه اللي يقدر يعبر بيها عن الهيبة والحزن وال يعني مش عايزة أقول الانفلات، لأن هو كان الشخصية الأساسية عندنا يعني عندها حياتين زي ما بنقول. دي حقيقة. فالحقيقة كان دايما بيستخدم الآلات هنا كألوان، دي المفردات بتاعته. يعني المقامات الموسيقية عندنا زي الألوان، في مقام حزين، في مقام فخم، في مقام مرح. فهو الحقيقة كان بيوظف المقامات مع الآلات الموسيقية. يعني لما يعمل صوت التيمباني ده، صوت دي الطبلة الكبيرة، أو السامبل اللي بتعمل زي صوت النحاس، ده بيدي نوع من الفخامة، من العظمة. إنما لما يخش بالآلات العربية الشرقي شويه، بتدي بقى الاحساس اللي احنا دخلت مثلا عند قعده الانس. طب لما اعمل صوت الاكورديون ده يديكي صوت احساس الحاره المصريه، انا ماشيه في الحاره المصريه ففي صوت اكورديون. صوت الشخاليل اللي بتديكي صوت الحنطور اكنه هو ماشي، لان الحصان. وبتديكي كمان احساس الخلخال بتاع البنت المصريه البسيطه ده هنشوفه في مشاهد بعد كده مع العالم بتاع شارع محمد علي بالظبط. فالحقيقه هو يعني كان الى النخاع منغمس في البيئه المصريه الاصيله، فكان عارف يوظف كويس جدا كل آلة. يعني حتى الآلة البيكالو اللي هي زي الفلوت بس صغيره، كان مخصصها للابن الاكبر اللي هو الفلاتي ياسين. اما كان بيبقى واقف مستني ياكل بعد والده، لان طبعا هو الاول بيفتتح الاكل هو السيد، وبعد كده يقول للاولاد يقعدوا، وبعدين كده البنات يقعدوا بعدهم. الاحساس المرح او الشخصيه الفكاهيه كان بيجسدها بالبيكالو. بس هنا عمل لي الفكره اللي هي كانت سايده في فتره من الفترات في الموسيقى التصويريه، ان كل شخصيه يكون ليها تيمة موسيقية خاصة بيها. أول ما أسمع التيمة أنا كمشاهد هعرف إن الشخصية دي هي اللي هتيجي في المشهد ده، أو هتبدأ تتحرك، أو تكون ليها حدث درامي مهم. دي حقيقة، هو فعلا كان عنده من الذكاء إنه يربط إلى حد ما، لأن طبعا يعني مريم مثلا ظهرت بعد كده تاني، ولكن بعد ما حبيبها مات فأصبحت الأغنية أكثر حزنا، لأنه برضو وظف مقام حزين وآلات مش مرحة وسعيدة ومشرقة وبرقة زي القانون. فبدأت نفس التيمة تتاخد شكل آخر. يعني مثلا لما حصلت المظاهرات والحس الوطني كانت بتتعزف في الأول بلادي بلادي وبلادي بلادي، كل الموسيقيين يعني أو حتى الصغيرين بنعزفها، معروفة إن دي من مقام ماجير أو مقام العجم، وده مقام قوي وفي حماسة. بعد ما المظاهرة خلصت والسيد أحمد عبد الجواد ماشي في الحارة ولقى الشباب مقتولين في الشارع، ندخل على موسيقى تانية بس دي في آخر الفيلم. بالظبط. أنا بوري حضرتك قد إيه هو عنده موضوع التنوع، إنه عمل نفس التيمة ولكن من مقام آخر. بدل ما أقول ترا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  بقول ترارا ترارارارارا اللي هي فيها حالة الحزن. يعني خد نفس التيمة ولكن حطها على مقام آخر، هو مقام النهاوند الشجي الحساس عشان يخدم الدراما الموجودة.